من كام يوم وانا سايق على المحور شفت المنظر ده. عربية مولعة على جنب الطريق والناس كلها بتحاول تطفي فيها، وعشان كده انا طالع اتكلم عن السبب اصلا اللي بيخلي العربيات توصل للمرحلة دي. مؤخرا بقينا نشوف الناس بتغير اللمبات بتاعتها اللمبات ليد. اللمبات دي الواط بتاعها اكبر من الواط اللي العربيه تستحمله. كلنا شايفين طبعا ان ده تصرف بطولي وتصرف شهم من الناس، وان الناس تساعد في ان هم يطفوا العربيه، بس للاسف اوقات المساعده الغلط ممكن تضر اكتر مما تفيد. انا معاك ان انت ممكن تساعد في ان انت تطفي العربيه وتجيب لها طفايات من العربيات اللي جنبها، بس ده في حاله ان العربيه تكون لسه مولعه، او في حاله ان الحريق بسيط في قلب الكبوت وممكن تسيطر عليه. لكن في الحاله اللي احنا شايفينها دي العربيه كان ممكن تنفجر في اي لحظه وهتضر العربيات اللي حواليها وهتتسبب في اصابات وممكن وفيات للناس اللي جنبها. انا شايفه تصرف بطولي، بس للاسف بعد ما فات الاوان، لان الطفايات اللي موجوده معانا في العربيات عمرها ما هتطفي الحريقه دي. وعشان كده انا طالع اتكلم عن السبب اصلا اللي بيخلي العربيات توصل للمرحله دي. السبب ده على فكره ممكن يكون بسيط جدا لدرجه ان انت حطيت لمبه اكتر من القدره اللي العربيه تستحملها. مؤخرا بقينا نشوف الناس بتغير اللمبات بتاعتها اللمبات ليد. اللمبات دي الواط بتاعها اكبر من الواط اللي العربيه تستحمله، فلو الضفيره استحملت وما ساحتش ممكن الفانوس بكل بساطه الباغه بتاعته تسيح وهتولع وهتمسك في العربيه كلها. ممكن برضو الشغل البلدي الغلط اللي بيتعمل عند كهربائيه نص كم واللحامات اللي في الضفيره، اللي هو بالمناسبه لما بيحصل اي مشكله في الضفيره في التوكيل او في اي مصنع او في اي مكان محترم بيغير الضفيره من اولها لاخرها، من اول فيشه لاخر فيشه، عشان ما يلحمش الحام في الضفيره. اي نعم ده ما بيحصلش في مصر عند كل الكهربائيه تقريبا، وبيلحموا في الضفيره عادي وبيستخدموا قصدير، بس ممكن تكون طريقه اللحام دي مش غلط قوي. احنا للاسف كل فتره ويمكن كل صيف بنشوف المنظر ده، وده اللي خلاني اطلع واتكلم عن الاسباب اللي بتخلي العربيات ممكن يحصل فيها المشكله دي. ممكن غلطه كهربائي بربع جنيه ساب العيل الصغير اللي عنده يلحم سلك، السلك ده عمل شرز وساح وما استحملش فولع في العربيه. فعشان كده لازم تقف على عربيتك وهي بيتعمل فيها شغل عند الكهربائي عشان تعرف ايه اللي بيتلحم مظبوط وايه اللي بيتلحم نص كم. وطفايه العربيه مش بتترمي في الشنطه وسط الكراكيب، الطفايه دي مكانها تحت كرسي الراكب الامامي او تحت كرسي السواق. ربنا يسترها علينا وعليكم، وخلي بالكم عشان موجه الحر اللي جايه.